استشهاد الإمام الصادق. لما هم المنصور أن يقتل الإمام الصادق استدعى 100 رجل من الأعاجم وأخبرهم أن عدوا له سيدخل عليه فيقتلوه، فوقف القوم ممتثلين لأمره، واستدعى المنصور الإمام الصادق، فلما دخل عليهم الإمام رمى القوم أسلحتهم وخروا سجدا له، فخاف المنصور وسأل الإمام عن سبب قدومه، فأجابه وأخبره أنه قدم مغتسلا محنطا، ففزع المنصور وطلب من الإمام أن يمضي، ولا زال القوم على وجوههم سجدا، فسألهم المنصور عن تراجعهم فقالوا: نقتل ولينا الذي يلقانا كل يوم ويدبر أمرنا، ولا نعرف وليا سواه. فخاف المنصور من قولهم وسرحهم في ظلمة الليل، ثم قتل الإمام بالسم في اليوم 25 من شهر شوال. جندب الماشي في حاجة أخيه كالساعي بين الصفا والمروة، وقاضي حاجته كالمتشحط بدمه في سبيل الله يوم بدر وأحد. وما عذب الله أمة إلا عند استهانتهم بحقوق فقراء إخوانهم. يا ابن جندب بلغ معاشر شيعتنا وقل لهم لا تذهبن بكم المذاهب، فوالله لا تنال ولايتنا إلا بالورع والاجتهاد في الدنيا ومواساة الإخوان في الله، وليس من شيعتنا من يظلم الناس.